ده يا جماعة حوار أنا حابب أدخلكم فيه لأن الحوار ده مهم جدا. دي مشكلة عند مركز الفحص الجديد اللي هو شيل أوت اللي في السوق. الخلاف احنا هنحضر حضراتكم فيه دلوقتي. الراجل فحص ودفع 500 جنيه للفحص. من ضمن الحاجات اللي هو طالبها عايز مطابقة بصمة شاسيه وموتور. المركز قال لا، مش من مسؤوليتنا المطابقة بتاعت الشاسيه والموتور. فده في جدال كبير جدا بينهم دلوقتي، ويمكن احنا حضرنا الجدال دون. وعايزين بقى رأي الناس اللي هي المتمرسة في الموضوع، هل بصمة الشاسيه والموتور دي من أساسيات الفحص ولازم الزبون ياخدها ولا لا؟ احنا شايفين الموضوع عامل مشكلة كبيرة، حتى يعني الناس كلها اتجمعت عند مركز الفحص. انا بقول لك عشان ما تجيش عليا.